بيجيلي كومنتات كتيرة وبيجيلي رسائل كتيرة بيزعلوا قوي 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 من ان المتاحف اللي بره فيه اثار كتيرة، وليه واحنا اولى بيها؟ احنا عايزين اثارنا في بلدنا، احنا عايزين اثارنا ترجع، احنا عايزين. طبعا انا معاكم في نفس الشعور، لكن انا عايزة اوضح لكم بعض الرؤى عشان تعرفوها، عشان تعرفوا يا جماعة ان رب ضارة نافعة. بمعنى ان اثارنا بره كتيرة مش في بلدها بس شوفوا طريقة العرض عاملة ازاي، شوفوا الدراسة عاملة ازاي. احنا عندنا في العلم بتاعنا يوم ما نحب نعمل ماجستير او دكتوراه اكيد بنلجأ الملجأ الأساسي والأولاني لنا المراجع الأجنبية. هتقولوا لي ليه؟ لأن الناس دي فعلا دارسين فتفوتة فتفوتة، ودارسين العلم لمجرد العلم بدون أي أهواء. أنا واحدة من الناس، أنا بتكلم على فكرة بأهواء، بتكلم بأهواء إن أنا مصرية، لكن هما بره لا، المعلومة مجردة اصل المعلومه، وانت تاخدها بقى تعمل بيها بحث، تعمل بيها دراسه، تعمل بيها فيديو، تعمل بيها اي حاجه، بس اصلها موجود. فمش بخاف عليها من ايه؟ من اللخبطه او الدروشه او ببقى مطمنه على المعلومه عشان نقدر نفهم حاجات كتيره في مجتمعنا. دي نقطة. تاني نقطة، هل تعتقدوا ان الآثار دي لو ما كانتش اتعرضت في الأماكن الأوروبية بالتحديد كان هيبقى ليها قيمة؟ لا يا فندم، ما كانش هيبقى ليها قيمة خالص. هم اللي اعطوها قيمة لان هم حسسوا العالم ده كله ان ده علم، وان دي حاجة مهمة، وان فاي واحد سواء من بلدنا او من بلد جوار بيروح المتاحف اللي بره، ايه ده؟ هي الحاجات دي مهمة قوي كده؟ هم المصريين كانوا فعلا كويسين قوي كده؟ فالناس اللي بره بتأكد على عظمة الحضارة المصرية القديمة. فأنا لا، أنا فرحانة قوي قوي قوي. الحضارة بتاعتنا تحولت إلى علم بيتم تدريسها في الخارج في أكتر من كلية وأكتر من معهد وأكتر وأكتر وأكتر. فاللي بيحب الحضارة المصرية القديمة اكيد هيتاثر بالمعلومه دي او هيتاثر بالمنظر ده. بس لما تيجوا تشوفوا لو كانت الاثار دي فضلت في مصر، تعال اقول لكم ماذا لو. اولا هيتم التعامل معاها على اساس انها اصنام ويجب ان يتم التخلص منها. شوفوا البلاد اللي حوالينا اول ما بتقع اول حاجه بينطوا عليها الاثر، يكسروه او يبيعوه او يدمروه. فبالتالي لو كانت الآثار دي فضلت في مكانها كانت ممكن يتم تدميرها على أساس إنها أي أصنام، لولا إن إحنا كمصريين بنقف للناس دي. دي أول معلومة. تاني حاجة، لو حد شاف كمية الذهب دي أسهل حاجة يعملها إن هو ياخدها يسيحها ويستخدمها الاستخدام الحالي. هتقولي نيرفانا ده خيال علمي، هقول لكم لا، حصلت في اسوان سنه 2018. عصابه من بلدنا الشقيق السودان، 6 افراد مع 2 مصريين شافوا اثار ذهب سيحوها، او ربنا، من 2018 على ما اعتقد. وهبقى اجيب لكم الخبر واحكي لكم اصل الحكايه، لان انا عاصرت هذا الامر، كنت هتشل وانا قاعده. فلو كان الذهب ده فضل موجود هنا في مصر كان هيتم اعاده استخدامه مره اخرى. طبعا ده توت عنخ امون موجود في المتحف المصري، عشان الناس ما تفتكرش انه سافر بره، لا ما سافرش، موجود في المتحف المصري. تالت حاجة، كان هيتم التعامل مع الآثار المصرية إنها آثار سحر، وإنها رموز سحرية، وإن يجب أن يتم إبطالها ويجب أن يتم استخدامها على حسب بقى، ممكن اللي يلاقيها يستخدمها وممكن اللي يلاقيها ما يستخدمهاش. هتقولي نيرفانا لا أنت غلط، هقول لكم لا، ابن وحشية لما كان بيفك الترجمة المصرية كان بيفكها على أساس إنها طلاسم سحرية. دي نقطة. تاني حاجة، حاليا شوفوا عشان يفتحوا مقبرة بيعملوا إيه؟ كأن في سحر، كأن الملك توت عنخ آمون اللي هو أفخم وأكبر مقبرة ما اتفتحتش بالكرابين، فتحت لوحدها، ربنا أراد. فهمتوا؟ فكان هيتم التعامل مع هذه القطع على انها ادوات سحريه مش اكتر، يجب ان يتم لعنها. وكنت بسمع اسطوره قديمه ان كانت الناس القديمه لما كانوا بيلاقوا قطع اثار كانوا بيرموها في الترعه او في نهر النيل عشان ما تسيبهمش اللعنه. الناس القديمه بقى يعني من 3 4 قرون كده. واكيد كل واحد في بيته في الاسطوره المنتشره دي ان جده لقى تمثال مسخوط راح رماه في النيل. بقى بصوا يا جماعه ما تكذبوش على نفسكم. رابع حاجه ولا خامس حاجه، عدوا ورايا، متهيألي رابع صح ولا خامس. كان هيتم انقار كل ما هو ليه علاقه بمصر وعلاقه مصر بالدول الجوار قديما، وازاي ان هم كانوا بيجيبوا عيالهم يتربوا عندنا في مصر. او ربنا، دي واحده وجايب عيله معاه وده جايب الجزيه. كانوا هينكروا تماما كل المعلومات اللي احنا بنقولها عن الحضاره المصريه القديمه. ليه؟ عشان احنا بنطبل لبلدنا. لكن انا لما بطلع المعلومه من مصدر اجنبي بلاستر. كانوا هيطلعوا الحضارة المصرية القديمة حضارة قوم عاد،
حضارة ثمود، حضارة مش عارفة مين، كل الحاجات اللي فيها لعنات هيحطوها في مصر. ده هما بس ناقصين يشوفوا دليل على قوم لوط وهيقولوا ان قوم لوط هم المصريين القدماء، وهيطلعوا بقى زي ما انتم شايفين الملك مش عارفة مين، النبي مين، والملك ابصر الملك نبي مين، وهكذا. كنت هتلاقي نفسك انت تاريخك القديم بيتم وصمه بكل حاجة وحشة حصلت في القرآن، كأن القرآن ده نزل لينا احنا بس، كأن كل الأحداث حصلت في مصر بس. فشفتوا انتوا لولا الآثار اللي بره احنا كنا زماننا دلوقتي ضايعين. ليه؟ لأن الآثار دي درسوها وعرفونا قيمتنا. ده حقيقة، لا دي حقيقة، أنا آمنت بكده ومش قادرة أنكر حاجة زي كده. أنا من بعد اللي أنا بشوف اليومين دول من فيديوهات وكلام وكومنتات، لا رب ضارة نافعة. أنا بشكر بلزوني على اللي عمله بصراحة والله بالمصدر اللي أنا بشوفه ده.